السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل ماسك وشامبو الصدر، حاجة كده هوت، يعني من الاخر زي ما بيقولوا. عايزة شعرك يطول، عايزة شعرك يتكثف، عايزة شعرك ينمو، طلوع الشعر في الاماكن الصلع او الاماكن اللي خف منها الشعر، تأخير الصلع الوراثي. كل الحاجات دي هنبدأها بشامبو الصدر وماسك الصدر. شامبو الصدر من الشامبوهات الطبيعية جدا اللي مفيدة جدا للشعر، وتستغسلي بيها شعرك وانتي مرتاحة ومطمنة وما تخافيش من اي حاجة. شامبو الصدر من الشامبوهات الطبيعية المفيدة جدا للشعر، لفروة الراس، لإنبات الفراغات. طبعا احنا عارفين الشامبوهات كلها لازم يكون فيها مواد كيماوية، ده شامبو طبيعي 100%. هنستخدم فيه حاجات بسيطة جدا وحاجات سهلة جدا وحاجات موجودة ان شاء الله في كل بيت. اهم حاجة هنستخدمها هي نبات الصدر. جبت ورق الصدر، نقيته ونضفته وطحنته في المطحنة بقى بالشكل اللي قدامنا ده اهم حاجة في الشامبو كله، او الشامبو كله قايم عليه. هنجيب حاجة نعمل فيها الخلطة، كوباية مية هنحط عليها معلقة من ورق الصدر المطحون، كمان هنحط عليها حبة حاجات تانية عشان يا اما تضربيها في الخلاط يا اما في الهاند بلندر، في الكبة، في اي حاجة، في مضرب البيض، اي حاجة بس عايزة تتضرب كويس جدا. يعني تاخد لها ضربة كويسة جدا عشان تطلعي مادة الصابون اللي موجودة في ورق الصدر. كده جبت الهاند بلندر وهضربه ضربة حلوة كده اهو عشان نطلع كل الفوائد الموجودة في بودرة الصدر. بعد ما ضربناها كويس هنحط عليها حاجات تانية عشان خاطر نعزز الشامبو بتاعنا، مع ان الصدر لوحده كافي وموفي. هنحط الاول خل التفاح زي معلقة كده من خل التفاح، معلقة كبيرة من خل التفاح. خل التفاح ينضف فروة الشعر من الطفيليات والبكتيريا، يشيل قشرة الشعر ويعزز نعومة الشعر، يعني عنده مواد تعزز نعومة الشعر. كمان هنحط ربع معلقة من زيت اكليل الجبل او الروزماري. هتحطي نوعين من الزيت، اي نوعين زيت حلوين مع شعرك. وهنحط زيت اللوز، زيت جوز الهند. حطي اي نوع زيت متوفر عندك بس يكون حلو للشعر، كويس في انبات الشعر، يعزز نعومة الشعر، الكلام ده. اي نوعين زيت. برضه هنحط معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة، يبقى هتحطي نوعين من الزيت، اي نوعين زيت عندك كويسين للشعر، مع خل التفاح، مع نبات الصدر او معلقة من الصدر. كمان هنحط معلقة كبيرة من الشامبو.
احسن انواع الشامبو اللي تحطيها في الموضوع ده، عندك الشامبو الطبي نمرة 1، او شامبو الاطفال نمرة 2، او نمرة 3، اي شامبو عندك انت بتستخدميه، بس الاحسن طبعا شامبو طبي. هنحط معلقة كبيرة، نرجع نضربهم تاني ونخلطهم كويس مع بعض تاني، يبقى كده خلصنا الشامبو. كده هنعملهم تاني. بعد ما خلصتهم ضربناهم كويس جدا في الكبه، في الخلاط، في هاند بلندر، اي حاجه. هنصفيهم بحته قماشه عشان خاطر الطفل بتاع ورق الصدر ما يضايقكيش وانتي بتستحمي وانتي بتشطفي شعرك بعد الحمى، ما يضايقكيش. فانتي هتصفيه في حته قماشه كده يصفى خالص، يبقى ما فضلش فيه غير السائل بس، مفيش اي نوع من الشوائب. كده الشامبو ده هيبقى هتستخدميه مرتين في الاسبوع. الشامبو هتستخدميه مرتين في الاسبوع، حلو خالص، حلو لعدم تساقط الشعر ويطري الشعر ويغذيه، جميل جدا الشامبو ده، جميل جدا جدا يعني. هنصفيه كويس. بعد ما صفيناه هنحطيه في اي عبوه بقى عشان تاخدي منها. انا هحطه في العبوه دي خلاص كده، وتحطيه عندك في الحمام تستخدميه وقت الشاور بتاعك. كده خلصناه، زي ما قلنا هستخدميه مرتين في الاسبوع. كده خلصنا الشامبو. دلوقتي نعمل ماسك ورق الصدر. هنحط 3 معالق من اوراق الصدر المطحونه، وهنحط عليهم حبه ميه وتقلبي كويس، وهنحط معلقه خل بس، هنحط معلقه خل بس مع المزيج. قلبيه كويس جدا، هو اهم حاجه التقليب. كده حطينا معلقه خل، وهتعملي الماسك ده. لو عملتي الماسك والشامبو يبقى الماسك مره واحده في الاسبوع والشامبو مرتين في الاسبوع، كده يبقى جميل قوي. وهتعملي عنايه كامله لشعرك من ورق الصدر. كده يبقى الفيديو خلصناه. يا رب ينور اعجابك وينور رضاكي. لو عجبك يا ريت تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناه لو مش مشتركه، يسعدني اشتراكك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.